يا دكتور، هو انا ليه دايما بعد الفطار بحس احساس الغثيان والدوخه ومش قادر اقوم من مكاني وحاسه بهبوط جامد جدا ومدروخه على طول بعد الفطار مع اني واكله كويس جدا؟ الكلام ده او الاحساس ده بيحصل نتيجه سببين. اول حاجه ان انت بعد الفطار بتدبي اكل جامد جدا بعد الفطار، ففي دم كتير بيروح للمعده علشان يهضم الاكل ده، وبالتالي بيسيب المخ اللي هو محتاج دم عشان يشتغل، وبتلاقي نفسك على كده علشان كده بتلاقي نفسك مدروخه وهبطانه ومش عارفه تقومي من مكانك. طبعا في دم واصل للبيبي بتاعك علشان يوصل له برضه الغذاء، فده كمان بيأثر على الدم اللي واصل للمخ. تاني سبب، لو انت بتاكلي نشويات كتير او بتشربي نشويات كتير او بتشربي عصاير كتير، حاجات مسكره بعد الفطار مباشره. النشويات او المسكرات دي بترفع مستوى السكر في الدم مره واحده بسرعه، وبعد كده ينزل تاني بسرعه، فبيعمل لك احساس الغثيان والهبوط اللي انت فيه ده. علشان تتجنبي الاحساس ده تتبعي الحاجات دي. اول حاجه نفطر، اول حاجه تفطري على ميه او 3 تمرات او لبن، ميه او لبن او 3 تمرات، وبعد كده تستني من 10 دقائق لربع ساعه المعده تجهز نفسها لهضم الاكل. نبتدي بطبق شوربه صغير كده، وبعد كده طبق سلطه محترم عشان يعوضك بالفيتامينات اللي فقدتيها طول فترة الصيام. بعد كده ندخل على البروتين، الفراخ، اللحمة، السمك، اي حاجة من الحاجات دي ناكل بروتين كويس، نهتم جدا بالبروتين. بعد كده النشويات زي الرز، المكرونة، المحشي، كل الحاجات دي بس بكميات قليلة، ما تكتريش في النشويات علشان زي ما قلنا بتعلي مستوى السكر في الدم مرة واحدة. المسكرات والحلويات على قد ما تقدري قللي منها. انا عارف ان رمضان مليان بالحاجات الحلوه كتير، الكنافه والبسبوسه والقشطوطه والمدلعه والمستريحه، كل الحاجات دي حلوه بس بكميات معقوله، وحاولي تاخديها على مراحل وما تاخدي كميات بسيطه كل شويه علشان ما تعليش زي ما قلت لك مستوى السكر في الدم مره واحده، وبرضه علشان تحافظي على الوزن بتاعك مع الحمل. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب رمضان سعيد عليكم ان شاء الله.